السلام عليكم. المغرب يعلن رسميا أنه أصبح قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية، وأول هذه الصناعات في مجال الطيران العسكري. في معرض مراكش تم استعراض أول طائرة حربية وهي درون انتحاري للمغرب، وهي صناعة مغربية 100%. تم تطويرها في وحدات عسكرية مغربية، ومن المرتقب أن يتم تصنيع 1000 درون انتحاري سنويا في أفق تصديرها خارجا نحو أفريقيا ودول أخرى. من بين استعمالاتها تجميع المعطيات. أما السلاح الثاني فهو عربات التنقل العسكرية، والتي سميت بالأسد الإفريقي. وبالإضافة إلى إنشاء هاتين الوحدتين الصناعيتين بتعليمات ملكية، فقد قام المغرب بعقد شراكة مغربية هندية مع شركة تاتا أدفانسد سيستمز من أجل تطوير معدات للتنقل الدفاعية، وكل هذا من أجل تطوير وتحديث القوات المسلحة الملكية وتنويع مصادر التسلح. فبعد النهضة التي عرفها المغرب في صناعة السيارات وتصديرها، في نظرك هل ينجح المغرب كذلك في المجال العسكري أم لا؟ تابعونا لمعرفة أهم المستجدات، وشكرا على حسن إصغائكم.